الذاكره زيت السمك واليوز. اليوز. زيت السمك انا محضر لكم 4 نقاط حلوه تفضل صغيره. يلا يا ريت نختم اللقاء فيها. اذا سويتوا هالاربعه بتشوفون شيء عجيب. اللهم. اول شغله اللي هي اجعل البكتيريا صديقتك. بكتيريا؟ اي ابيك تطقين صحبه مع البكتيريا. يعني انت شلون؟ جاهزه؟ يلا خلينا نجرب. نضرب صحبه وياها. البكتيريا في بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره. والبكتيريا النافعه موجوده وين؟ وين؟ اكثر مكان الروب. تقي من جميع سرطانات المعده. سبحان الله. اوكي انا احب الروب الحمد لله. وايضا وايد ممتازه لانقاص الكوليسترول. واي واحد فيه سخونه، والحين موسم سخونه وانفلونزا، صح، خليه ياخذ له روبه الى روبتين باليوم، واحده منهم قبل النوم. اخر الدراسات كامل الدسم ولا قليل الدسم؟ انا افضل قليل. قليل الدسم. انا افضل قليل عشان امتصاص الكالسيوم يكون افضل. اوكي هنا. حلو. فياخذ له روبه كل يوم قبل النوم بالليل، تؤدي الى امتصاص الحراره من الجسم وتقلل فتره السخونه بيوم الى يومين. هذه نقطه مهمه. اوكي. 2 الروب كتبوا ويانا. الروب اللي قاعد يتابعنا يكتب الروب. اوكي. حلو. النقطة الثانية، فكر بالألوان. ألوان، احنا قدامنا ألوان وايد، الغنفة حمراء، الكوب أصفر، أخضر دكتور. هذا أخضر، الحين احنا قلنا أحمر وأصفر وأخضر، بقول عنهم. أوكي. الأحمر من تشوفون لون أحمر في أكل عرفوا مباشرة إنه يقي من السرطان. نفس الطماط مثلا، نفس الطماط، نفس الفلفل الأحمر البارد، نفس الفلفل الأحمر، نفس الفراولة، هي كلها تقي من السرطان. تشوفون لون ثاني أصفر، موز. الأصفر بالضبط، الأصفر إما الموز أو اللي هو السترس، الليمون والبرتقال، الأصفر والبرتقالي دائما والأناناس. فيتامين سي وبوتاسيوم، ممتازة لمقاومة الأمراض وأيضا للوقاية أيضا من السرطان. فموز قلنا وليمون وبرتقال وأناناس. الأصفر والسترس يسمونه الحمضيات. الأخضر الخضار الورقية. نعم، وهي مزودة بالألياف، تقي من الأمراض وتقي من السرطانات، مثل الجرجير، البقدونس. حلو. اي نعم. هذا الألياف. النقطة الثانية كانت على نعرف الألياف. لحظة، الألياف شنو؟ شنو الألياف اللي موجودة في الخضار بس؟ الأخضر بس الخضروات الورقية؟ زائد أنتي أوكسيدنتس اللي هم مضادات للأكسدة. اي نعم. وأيضا عندنا طبعا اللي هو اللون الأبيض اللي هو نفس البصل، نفس الثوم، نفس هذا. هذه أيضا تقي كثير من الأمراض والسرطانات وارتفاع ضغط الدم أيضا. ما عدا الملح أبيض بس. لا الملح مفيد، لكن بتاخذينه كله مقدار معين. اي نعم بالضبط. اوكي. النقطة الثالثة عشان ما نطول. تفضل. حط حيلك بالدهون. حط حيلك بالدهون؟ خرب الدنيا. شلون؟ الدهون تنقسم انواع. زين. في دهون ضارة اللي هي الساتوريتد فاتس اللي هي الدهون المشبعة اللي موجودة بالفاست فود مال الفاست فود، وفي دهون مفيدة نفس زيت الزيتون، نفس بذرة الكتان، نفس الكانولا اويل، نفس زيت دوار الشمس. تنزل الكوليسترول بالكامل. سووا دراسة على الإيطاليين كلهم يدقون دق زيت زيتون، مع البيتزا زيت زيتون، مع ماشين زيت زيتون، مع الباستا زيت زيتون، مع كل شيء زيت زيتون. صح. اكتشفوا انه كلهم ممتاز، بس ما حد في لكن ما حد في امراض قلب وشرايين كلش. فله علاقه كبيره. بس ما في امراض. تمتن لذلك احنا نهتم بالكميه، لكن في نفس الوقت تعمل دورها في الجسم مباشره. هذه اخر نقطه ولا النقطه الرابعه والاخيره، احرق معدتك. اللي هي احرق معدتك، تشويها شوي. الفلفل، الكابسيكوم، الكايين، مو السياره، الكايين. هذا الكايين يؤدي الى امتصاص جميع المواد المسرطنة في المعدة خاصة، تمنع من سرطانات المعدة كاملة. انت قاعد تأكد معلومات صحيحة، يعني قال لنا اياها من قبل طبعا دكاترة متخصصين بالجهاز الهضمي ان الفلفل ما يسبب مشاكل المعدة. وهذه واحدة ثانية فوق هذا كله، يحرق 150 سعرة حرارية باليوم اذا الواحد ياكل مرتين باليوم على الغداء وعلى العشاء. فلفل؟ اي فلفل؟ اي نوع من الكايين او الكابسيكم، هذا عرفتوا الفلفل الاحمر البودر المطحون، المثل اللي نسوي معبوش منه، يعني اللي نسوي معبوش منه، اللي نسوي منه معبوش. بس المفروض اقول معبوش انا خلاص. يعني والله يعني في بعض السلوكيات اللي قلتها في الاغذيه احنا قاعد نستخدمها مثل ربات البيت، والله مو مقصرين فينا. انا الفلفل الحمد لله يعني كل انواعه ما عندي مشكله. يعني عموما خوش نقاط دكتور ختمت فيها لقائنا، نتمنى ان شاء الله لقائنا القادم ياخذنا الى بعض النقاط المفيده ان شاء الله للجميع. نشكرك على وجودك ويانا. الله يوفقك. شكرا دكتور، نورتنا. اللقاء جدا مفيد وممتع، ان شاء الله يكون لنا لقاء ثانيه ونكمل موضوع الغذاء الصحي.